قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في كلمة ألقاها أمام ائتلاف بذر مسلمي إثيوبيا في الولايات المتحدة بولاية فيرجينيا الأمريكية أنه طلب من ولي عهد أبو ظبي المساهمة في تأسيس مركز إسلامي في إثيوبيا، فأجابه برغبة الإمارات بالمساعدة في الأمر. فرد عليه آبي أن إثيوبيا لا حاجة لها بتعلم الدين من الإمارات لأنه ضاع منهم، وأضاف أن ما يحتاجونه فقط هو تعلم اللغة العربية بسرعة لنشر تعاليم الدين الصحيح. United Arab Emirates الشيخ محمد بن زايد قال الأسبوع الماضي خلال حديثي مع الشيخ محمد بن زايد عرضت عليه مقترحا لإقامة معهد إسلامي في إثيوبيا، بماذا يمكن أن تساعدونا؟ فرد علي محمد بن زايد: نساعدكم بأشياء كثيرة، ماذا تريدون؟ ممكن أن ندرسكم. فرددت عليه: لا حاجة لنا بتعلم الدين منكم، أنتم الدين ضاع منكم. وما نفكر فيه هو تعلم اللغة العربية سريعا لنفهم الدين جيدا ونعلمكم إياه ثم نعيدكم إليه. سألني لماذا؟ أجبته لسببين: أولا، الإسلام دعا إلى السلام للجميع، والأوضاع في الشرق الأوسط وما نشاهده اليوم هو أن الإسلام هو الذي يدمر نفسه. الإسلام الذي يدمر الإسلام، والإسلام الذي لا يبني الإسلام بدأ ينتشر في صفوفكم، وأنتم نسيتم السلام والتسامح. ثانيا، كما نعلم أن الإسلام بأركانه الخمسة يدعو إلى العطاء والتسامح.